هي الايرباج مش هتفتح لو انا مش رابط حزام الامان؟ لما بيحصل حادث بيبقى فيه سلاحين دفاع ليك. اول سلاح ليك هو ده حزام الامان، بيمنعك ان انت تندفع لازاز العربيه او تندفع لاي حاجه من طابلوه العربيه تاذيك او تاذي عينك او تاذي اي حاجه فيك. السلاح التاني للدفاع عنك هي الايرباج. الايرباج يا جماعه بتفتح بسرعه 320 كيلو متر في الساعة في خلال 25 ملي سكند. أنا مش رابط حزام الأمان والإيرباج فتح. لما يحصل حادث أنت كل جسمك هيطلع كده، تطلع كل جسمك كده. الإيرباج لو فتحت هتأذيك، هتعورك، هتخبط لا اما في وشك جامد جدا يا اما هتخبط في صدرك جامد جدا. هل الايرباج هيفتح ولا مش هيفتح؟ شيل الموضوع ده من دماغك، لازم تربط حزام الامان. اكتب لي بقى في الكومنتس، هل لا قدر الله عملت حادثه قبل كده والايرباج ما فتحش وانت كنت رابط الحزام او ما كنتش رابط الحزام؟ ربنا ما يجيبش حوادث ابدا ويستر طريقكم. سلام.